وصفتنا النهاردة وصفة كل الناس بتحبها، الأطفال والكبار. حلوة قوي في السقسقة باللبن، أو حتى كمان في شاي السادة. حلوة قوي لو تشكليها مع النسكافيه، أو تحط عليها جبنة، تاكليها بالليل أو بالنهار. في كل وقت هتلاقيها ممتازة معاكي في الفطار أو في العشاء، أو كمان بين الوجبات كسناك، أو لو جوعتي في بالليل ممكن تاكليها برضو مع كوباية شاي سادة أو مع نسكافيه أو مع حليب. احنا عندنا هنا كيلو دقيق، حطينا نص كوباية زيت، حطينا عليها معلقة سمسم كبيرة أو معلقتين سمسم كبيرة حسب الرغبة، ومعلقة كبيرة من الشمر واليانسون طبعا متحمصين. حطينا كل ده على النار وسيحنا حمصناهم شوية مع بعض عشان تطلع ريحة السمسم وريحة الشمر واليانسون. وبعد كده هنحطهم كلهم على الدقيق، ومعانا كمان كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، مش من التلاجة أبدا، علشان تعرفي تقلبيها كويس في الدقيق وتخلطيها كويس مع الدقيق. مش هنسيحها، لكن في كفايه الزيت بس اللي احنا سيحناه. طب احنا ليه خلطنا ما بين الزيت والسمنه والزيت؟ علشان بس ايه، ندي القرمشه بتاعه القراقيش بس، وكمان السمنه علشان تخلي القراقيش من جوه طريه ومن بره مقرمشه. طب لو انت مش عايزه الحته دي وعايزه القراقيش بتاعتك كلها بالسمنه، مفيش مشكله، تقدري تعمليها كلها بالسمنه، وتقدري تعملي كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه حسب برضو ما انت عايزه. في كل الاحوال هتديكي نتيجه كويسه والطعم هيبقى رائع. احنا هنا حطينا السمنه وحطينا الزيت وحطينا المقادير كلها وحطينا رشه ملح، طبعا الدقيق منخول. المقادير دي كيلو دقيق، ومعايا هنا كوبايه حليب. تمام. هقلب بقى كل المقادير دي كلها مع بعضها تقليب بس كده يا جماعه، انا مش هبستها. طبعا احنا عشان حطينا اللبن، احنا طبعا كده مش هنبس، احنا بس بنقلب المقادير مع بعضها. تمام. احنا حطينا خلاص الحليب معاها، هي كده هتكون عايزه مقادير تانية. طبعا احنا حطينا كمان نص كوبايه حليب. طبعا هتحطي المواد السايله شويه شويه علشان تعرفي بس كده ايه الملمس بتاعها اللي هتشوفيه دلوقتي، علشان الدقيق هيختلف من ايه، من مكان للتاني او من نوع للتاني. تمام. يعني مش هنحط الميه كلها زي ما انا بحط كده واحده واحده. في الاول حطيت الكوبايه، وبعد كده حطيت النص، ودلوقتي حطيت حوالي ربع كوبايه. زي ما انتوا شايفين كده. دي كده كانت يعني ايه، حته قشطه من على وش اللبن، انا حطاها بشويه لبن معاها، حوالي كده معلقتين لبن كمان. تمام. يعني كل المقادير الميه اللي احنا حطيناها حوالي، او الماده السائله اللي احنا حطيناها حوالي كوبايتين الا ربع ومعلقه بس كده. طبعا احنا كنا حاطين في الاول معلقه خميره كبيره. تمام. معلقه خميره كبيره حطيناها مع الدقيق، يبقى احنا حطينا مع الدقيق حطينا سكر، معلقتين سكر، معلقه خميره كبيره، ورشه الملح، وبعد كده حطينا الزيت مع السمسم مع الشمر واليانسون. هنا بقى انا نسيب العجينه ترتاح مثلا 10 دقايق. انا عبال ما حضرت مثلا الصاجات وحضرت المكان اللي انا هقطع عليه، هتسيبي العجينه ترتاح حوالي 10 دقايق بس، وبعد كده هتبداي تشتغلي فيها. الافضل طبعا ان احنا هنعملها كلها كرات، يعني كريات كده صغيره. تمام. هنعمل كرات كده عشان دي اللي هنعملها القرص. القرص بنعملها كرات زي ما انتوا شايفين كده، وبنحطها، وبعد كده بنبدأ ايه نشكلها كلها، نحطها في الصاج وهتدوسي عليها كده. خلاص هي كده اتعملت. هي قرص سهلة جدا على فكرة، وما بتاخدش وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس هتعملي بقى انت كل كمية القرص اللي انت عايزاها، هتشكليها كده كرات، وبعد كده هتبدأي
تحطيها في الصاج، وهو ده السمك اللي احنا عايزينه. تمام تمام. شايفه بتشتغل معاكي كده وبتتشكل معاكي بمنتهى السهوله، عشان احنا ريحناها شويه، وبعدين كمان عشان كورناها وسيبناها شويه. لما بتعملي الحركه دي انت ممكن تشكليهم كلهم في وقت قياسي، يعني ما بتاخديش وقت خالص وانت بتشكليهم، مش هياخدوا معاكي 10 دقايق في التشكيل. اول ما بتعمليهم كلهم كرات بتكون الكرات بتاعت دي ارتاحت، فبتبداي تعمليها كده، فبتتشكل معاكي بطريقه سهله جدا وما بتاخدش معاكي وقت خالص. آه هنا بقى انا خدت جزء من العجينه وهنبدا نعمل القراقيش. لو انت طبعا عايزه تحشيها تقدري تحطي في الخطوه دي العجوه او الحاجه اللي انت عايزه تحشيها او الملبن. هنا بقى انا هنا عملتها ايه، عملتها رول كده علشان انا عايزه القرقوشه تبقى من جوه مورقه ومفرغه كده، وتبقى ايه يعني هشه كده وحلوه. فلازم نعمل الحركه دي اللي احنا نلفها رول كده زي ما كنتي هتعملي رغيف فينو، وبعد كده ترجعي تاني تفرديها الفرده بقى بتاعه القراقيش زي ما انت شايفه كده، بس بتخليها كلها سوا واحد. هتطلع معاكي بقى كده بالشكل ده قراقيش في منتهى الجمال. ممكن كمان تعملي برضو نفس القرص كده صغيره وتقطعي القرصه 3 برضو، دي هتبقى شكل قراقيش لو انت مش عايزه تعملي القراقيش بالطريقه دي. دي كده قدامك طريقتين لعمل القراقيش. تمام كده بقى انا بجيب صاج تاني، احنا طبعا مش بندهن الصاج اي حاجه، وهنقطع القراقيش حسب ما انت عايزه. انت عايزاها بقى اطول من كده، عايزاها اعرض من كده، زي ما انت عايزه. انا عندي هنا القطاعه المشرشره دي فانا بعمل بيها. لو انت ما عندكيش اعملي باي حاجه، بقطعه البيتزا، بسكينه، باي حاجه موجوده عندك تقدري تعملي بيها، تشكلي بيها القراقيش. طبعا احنا هنقطعها وهنسيبها تختمر، هنسيبها كده لحد ما تخمر، ممكن ساعه، وبعد كده نبدا نحطها في الفرن. هنا هعملك كمان واحدة للقراقيش عشان تشوفي الطريقة بتاعتها. بصي هي سلسة وبتتفرد معاكي بمنتهى السهولة، مش بتاخد وقت خالص. زي ما انت شايفة كده، زي ما عملنا اللي هي اللي فاتت هنعملها رول برضو، هنفردها تاني ونرجع نقطعها علشان تبقى مورقة من جوه. طبعا الحاجات دي بتتباع في الافران دلوقتي، بقت اسعارها غالية، والكيلو هتروحي تجيبيه مش هيقعد معاكي. طبعا الكيلو دي انت هتعمليه في البيت هيديكي 2 كيلو قراقيش من اللي انت بتشتريها من الافران. تديها لاولادك الصبح هم قبل ما يروحوا المدرسة يفطروا بيها. انت تفطري منها، تتعشوا منها. بصراحة يعني هي الحاجات دي في البيت حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريها لكم ان هي بعد ما اختمرت انا هدخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. ودي كمان القرص. انا هنا القرص هخرمها عشان انا مش عايزاها تعلى، عشان انا عايزاها ايه محمصه مقرمشه يعني كده، فمش عايزاها تبقى عاليه عشان مش عايزاها طريه. فلو انتي مش عايزاها مقرمشه انتي ما تقدري ما تعمليش التخريمات دي فيها، فخليها زي ما هي عشان تعلى تاني في الفرن. لكن انا عملتها كده عشان انا مش عايزاها تعلى تاني في الفرن، لكن انتي عادي ممكن تخليها فهتعلى معاكي كمان في الفرن. زي ما انت شايفه كده التسويه ولا اروع، على درجه حراره 200. لو انت هتحطي في الفرن الغاز، لو الفرن الكهرباء بتاعك هتحطي على اعلى حاجه لو الفرن الكهرباء. واشوفكم على خير في فيديو جديد.